رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل طاجن مكرونه بالفراخ المفرومه. ايوه زي ما سمعتي كده، انا فرمه صدور الفراخ في الكبه. بس هنا لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. هنا انا قطعت بصل فرمته وحطيته في زيت. اول ما هيصفر هنحط الفراخ. هي دي الفراخ طبعا انا فرماها اهي زيها زي اللحمه المفرومه. صارت اهي. هنزل بقى بالفراخ اللي انا فرمتها بقى بملح وفلفل اسمر. طبعا انت حابه تحطي اي نوع توابل براحتك. طبعا هسيبها بقى لما تستوي زيها زي اللحمه كده. هي استوت تمام. وهنعمل بقى ايه المكرونه بتاعتنا. بصوا بقى، انا جبت هنا الصينيه اللي هحط فيها. هنزل بقى بالفراخ. على فكره دي اسهل واسرع واخف طريقه طاجن مكرونه بتاع المحلات تاكلوه في حياتكم. طبعا هو الفرق ان احنا فرمنا الفراخ. في ناس ما بتحبهاش كده، يعني بتحبها قطع، بس انا لا، يعني قلت نعملها قطع المره دي مفرومه ولا ايه. تغيير، الحياه عايزه تغيير بدل ما الاكل كل مره بيبقى تقليدي. بس على فكره انا بتعب في الفيديوهات، يعني لو تقدروا تعبي ده وكل واحد يتفرج عليا وبيستفاد مني فضلا وليس امرا، يعني تعملوا لي متابعه للصفحه. تمام. انا اهي ننزل بقى ايه بالمكرونه. انا طبعا كنت الاول بشوح المكرونه بالبصل، بس قلت كفايه بصل كده اهي. طبعا انت بتوصلي لحد اللي انت عايزاه، يعني بتشوفي ايه. انا عملت المكرونه اهو، بتشوفي هيتبقى معاكي قد ايه. هنا تقريبا اهو، عشان لما تيجي تزيد هتزيدي الجزء ده عشان تاخد راحتها في السوا. تمام. هننزل بقى بالصلصه بالقوطه اللي احنا عاملينها في الخلاط. بص انا القوطه بحط فيها التوابل. تمام. يعني وانا قبل ما اضربها في الخلاط بحط فيها التوابل: ملح، فلفل اسمر، كمون، شويه بهارات لحمه. طبعا ايه هتقولي لي الصلصه قليله، هقول لك ما انا عارفه هنزودها شويه ميه او شوربه. بصوا خلاص اهي. انا بقى برش رشه فلفل اسمر على الوش وبحطها بقى ايه على الفرن. في الفرن بقى ايه في الرف اوسط على اعلى درجه، وبرش على الوش حبه فلفل اسمر وبحطها بقى وبغطيها. عايزه تغطيها بورق فويل تمام، عايزه تغطيها بطبق تمام. هنحطها بقى ايه، هتاخد تقريبا من ساعه لساعه ونص على حسب طبعا ايه الفرن بتاعك. هنحطها بقى. انا هنا قلبت الطاجن اهو، انا طلعته طبعا من الفرن. بصوا طبعا خدي بالك انت بتشيلي. بصوا بقى الجمال. بصوا تحفه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.